ها شيعة طلعتوا تعبدون القبور انتم؟ احنا ما نعبدهم، احنا نتقرب لله بآل البيت، ومنطلب شيء من المراقد نطلبه من الله بكرامة آل البيت. ورب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وما أعتقد أكو وسيلة أفضل من محمد وآل محمد لله تعالى. بس احنا جاي نشوفكم تسجدون للقبر. هذا السجود مو عبادة، وإنما احترام ورفع منزله. ولو كان عبادة يعني النبي يعقوب كان يعبد النبي يوسف، لأن هم سجد له هو وزوجته وأبناء ال11. ولا ننسى رب العالمين أمر الملائكة بالسجود لآدم، وما أعتقد أنه رب العالمين يأمر الملائكة بشيء هو عندما يصير. زين، والتبرك والتمسح بالقبر هذا مو شرك؟ يعني النبي يعقوب من استعان بقميص النبي يوسف حتى يعيد إلى بصره، هم معناها أشرك؟ لو بسبب كرامة هذا القميص اللي لبسه كل الأنبياء أعاد إلى بصره، وكلها بإذن الله. زين، هم أموات شلون تستعين بيهم؟ آل البيت مو أموات. رب العالمين يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. زين، وبناء المساجد اكو حديث عندنا يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. إذا صح هذا الحديث معناها أنت حالك حال اليهود والنصارى، لأن أنت كذلك جعلت من قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله مسجد إلك، لو حلال عليك وحرام عليهم. صدق أنت مو نفسك اللي سويت غرفة ميس بكأس العالم مزار؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.